السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة، عشان بس أنا يعني هيجي لي شلل من امبارح، في ايرور كده في دماغي بسبب اللي عمله المدرب بتاع الأهلي. ده كان المنظر، كان قدامنا الأهلي هو بيلعب بالأسمر ومودرن بيلعب بالأحمر. هما كانوا بيدافعوا بكل الفرقة كده بالمنظر ده، وساعات كانوا بيدافعوا 4-4-2 زي ما هوريك في الصورة كده دلوقتي. 4-4-2 هما 4 لعيبة واربع لعيبة واتنين بيغطوا، وساعات كانوا بيوصل زي ما انا عاملها لك هنا كده، كانوا بيلعبوا 4-5-1. تمام. دلوقتي انت بتلعب 4-3-3. ازاي هتعرف تلعب بالمنظر ده؟ يعني مثلا كوره جت لقفشه، قفشه اداها لتريزيجيه، تريزيجيه وقف لي على الشمال هنا اهوت. اول ما تريزيجيه يستلم الكوره، ده هيضم عليه وده هيقوم ضامم عليه وده هيقوم نازل هنا سنه، هتلاقي ده قام جاي كده وده يقوم ايه، نازل تحت خالص مغطي معاهم، فبقت مدعكه. بقى 1-3، 1-4، واللي هنا ده مزنوق. ما هم بص هنا هم مزنوق في 3 لعيبه هنا مع شريف، 3 لعيبه فوق مزنوقين. قفشه لو نزل هنا شويه بتلاقي ده قام راجع مغطي وده قام ضامن مغطي، مضايقين المساحات. طب انت كانت حلها ايه؟ انا بالنسبه لي كانت حلها ايه؟ عمرنا ما كنا. وانت ايه بقى عملت لي ايه كمدرب؟ طلعت لي تريزيجيه، نزلت لي بن شرقي، نفس القصه بقى لوحده برضه هنا، مفيش اي مشكله. طب انا المفروض كنت اعمل ايه؟ كنت المفروض زي ما هم كده، تريزيجيه، شريف، زيزو. هنا بقى كنت انزل مين؟ كنت انزل بن شرقي. هنا كان يبقى بن شرقي، بن رمضان، ديانج عشان يستخلص لك الكوره، عشان دول هيطيروا قدام، فديانج المفروض ديانج عشان يستخلص الكوره. لان كان اللعب هيبقى على جنب، ما ينفعش تلعب بقى، لازم تلعب ادام هم متكتلين ورا كده، ادام انت زي ما انت شايف كلهم واقفين كده، يبقى انت كنت المفروض تلعب على جنب. يعني ايه؟ يعني مثلا بن شرقي اهو بن شرقي ينزل يستلم الكوره ويضم على تريزيجيه، ومين يقطع معاهم هنا؟ شكري. تمام. فيبقى هنا في 3 لعيبه من الاهلي، عمرها ما هيبقى 2، هتلاقي ده قام ضامم. تمام. فهتلاقي الدنيا هنا فضيت شويه، فينزل بن رمضان هنا عشان يسحب الاثنين لعيبه دول، ينزل هنا. تمام. فبقى هنا محمد شريف ايه؟ معاه اتنين. طبعا هنا ديانج واقف عشان لو حصل الكره اتقطعت يبقى في مرتدات ولا حاجه يستخلص لك الكوره، هو ده احسن واحد، هو ومروان عطيه. فالثلاثه دول هيضغطوا على دول، فهتلاقي الكره اتنقلت، يا اما هتلاقيها اوفر اتعملت، محمد شريف ساعتها يبقى معاه لاعب ولا 2 هيعرف يسرق الكره يجيب جون، يا اما هتلاقي واحد من دول قام قاطع، التاني قام مباصيله، قام داخل قطع، يعني لعبوا من ورا المدافعين في ظهرهم، هتلاقي ده قام ضامم عليه، ففضيت هنا خالص، فضيت. ده اما ده هينزل يغطي على شريف وده هيبقى فاضي، يا اما ده هيبقى زي ما هو كده، وهتلاقي شريف لوحده 1-على-1 هيعرف يحرك نفسه، هيعرف يفضي نفسه، هيجيب لك جول. انت سلكت الدنيا كده. انا مش فاهم ليه احنا ما بنلعبش بالطريقه دي. الكرة سهله يا جماعه، والله العظيم الكرة سهله. لكن انت طول اللعب عمال تلعب لي 4-3-3 على فرقه كلها واقفه لك ورا، اللعيبه اصلا كل واحد واقف معاه 2-3، ولا ليها اي لازمه. فانا مش عارف انت ليه ما بتلعبش كده. هتقولي طب التغييرات هيغير مين؟ ما انت كان عندك عبد القادر بره. انا مش فاهم، يعني انت عندك 2 لعيبه، انت ممكن تلعب بنفس الخطه دي ويبقى عندك 2 لعيبه تغييرات، عندك عبد القادر وحسين الشحات. لو واحد من دول تعب اطلع يا عم ونزل لعيبه، بس انت ما بتستخدمش اللعيبه دي، انت راكنها مطلعها من السكور. عندك طاهر اللي كان زي الزفت امبارح، انت راكنه مطلعه من السكور. انا مش فاهم انت ليه مصعب الامور على الفرقه. معاك لعيبه خامات حلوه قوي وانت مصعب الامور على الفرقه. اتمنى نلعب كوره يا جماعه. سلام.